اهلا وسهلا بكم على قناه عدلي تيوب. معاكم جرجس عدلي، سينيور الكتريكال تكنيكال اوفيس انجينير، والنهارده ان شاء الله هنجاوب مع بعض على استفسار من الاستفسارات اللي جات لنا على القناه. والسؤال كان بيقول ازاي نقدر نعمل تاجز للسموك ديتكتورز. وفي الحقيقه انا عاوزك تتابع الفيديو ده معايا للنهايه حتى لو بتعرف تعمل تاجز، لاننا هنتكلم عن الموضوع من البدايه خالص. اول نقطه عاوزين نعرفها ايه هو التاج او يعني ايه تاج. التاج هو عباره عن انوتيشن فاميلي بتقرا الداتا الموجوده جوه شيرد بارامتر. فبالتالي علشان اعمل تاج لاي عنصر لازم العنصر ده يكون فيه شيرد بارامتر هكتب فيها الداتا اللي انا عاوزها تظهر في التاج. تاني حاجه يكون عندي انوتيشن فاميلي اللي هي خاصه بالتاج نفسه، اللي هي هتقرا لي الداتا دي اللي انا دخلتها في الشيرد بارامتر. تعالوا نطبق مع بعض الكلام ده بشكل عملي ونجاوب على الاستفسار بتاعنا. دلوقتي انا عندي زي ما ظاهر قدامي في الشاشه مجموعه من الفاير الارم ديفايسز اللي انا عاوز اعمل لها تاج. ايه الخطوات اللي اعملها او ابدا ازاي؟ اول حاجه هدور على شيرد بارامترز في الديفايس دي ادخل فيه الداتا بتاعتي اللي انا عاوزها تتقري في التاج. وهنا هيكون قدامي احتمالين. الاحتمال الاول ان انا هلاقي شيرد بارامتر موجود فعلا اقدر استغله بحيث ان انا ادخل الداتا المطلوبه. الاحتمال الثاني ان انا ما يكونش عندي شيرد بارامتر، وفي الحاله دي هحتاج اعمل كرييت لشيرد بارامتر جديد. فتعالوا بينا نشوف مع بعض كده هل الديفايس دي فيها شيرد بارامترز اقدر استغلها ولا لا. هعمل سيلكت لكل الفاير الارم ديفايسز الموجوده عندي، وهاجي هنا كده في البروبرتيز وابدا ادور على شيرد بارامتر يكون مشترك بينهم كلهم اقدر ادخل فيه الداتا بتاعتي اللي هي هتبقى رقم الديفايس ورقم اللوب، بحيث اقدر بعد كده لما اعمل تاج تظهر لي الداتا دي عندي في التاج اللي هعمله. فلو جينا بصينا هنا كده في البارامترز الموجوده هنلاقي فعلا لحسن الحظ في بارامتر موجود اسمه ديفايس تاج، والبارامتر ده شيرد بارامتر هقدر ادخل فيه الداتا. طب انا عاوز اصعب الموضوع ده على نفسي شويه وهفترض ان البارامتر ده مش موجود، او ان انا عاوز ازود بارامتر تاني هكتب فيه مثلا اللوب نمبر. اعمل الخطوه دي ازاي؟ طبعا احنا كنا عاملين بلاي ليست مخصوص خاصه بالبارامترز واتكلمنا فيها بالتفصيل عن طرق اضافه الشيرد بارامترز. هتلاقيني سايب لك الرابط الخاص بالبلاي ليست دي اسفل الفيديو. ودلوقتي برضو هنعمل الخطوات الخاصه باضافه الشيرد بارامتر سريعا مع بعض. وعلشان نضيف الشيرد بارامتر هنيجي هنا كده من المانج تاب، هنضغط عليها. بعدها هنيجي على الايقونه دي اللي هي اسمها شيرد بارامتر، هنضغط عليها. بعدين هنعمل نيو جروب ونسميه مثلا فاير الارم ديفايسز بارامترز، وهنضغط على اوكي. بعدين هنعمل البارامتر اللي احنا عاوزينه، هنضغط هنا على نيو بارامتر وهنسمي مثلا البارامتر ده ممكن نسميه لوب نمبر، ونخلي الديسيبلين بتاعته كومون ونخلي التايب بتاعه تكست، وهنضغط على اوكي ثم اوكي. كده انت عملت البارامتر بتاعك. عاوزين دلوقتي نضيف البارامتر ده للديفايسز الموجوده عندنا. هنعمل الخطوه دي ازاي؟ برضو من خلال المانج تاب هنيجي هنا هنضغط على البروجكت بارامتر وهنختار من هنا نيو بارامتر، وهتختار كده شيرد بارامتر. لما هتختار شيرد بارامتر في اختيار عندك اهو اسمه سيلكت، هتضغط عليه هيفتح لك اخر شيرد بارامتر اهو انت عملته، هتضغط عليه اوكي. هتلاقيه ظهر لك هنا اهو اللوب نمبر. بيسالك هنا هل انت عاوز تخلي البارامتر ده تايب بارامتر ولا انستنس بارامتر؟ هنخليه انستنس بارامتر، وهنخليه برضو جروب بارامتر اندر، ممكن نخليه تكست عادي مفيش مشكله. ومن هنا هنختار الكاتيجوري اللي احنا عاوزين نضيفه ليها، فهنختار من هنا كده الفاير الارم ديفايسز، هنضغط عليها او هنحط جنبها تشيك مارك وهنضغط على اوكي. هنضغط اوكي مره ثانيه. دلوقتي انا لو عملت سيلكت على الفاير الارم ديفايسز الموجوده عندي هتلاقي في بارامتر اهو ظهر لك اسمه اللوب نمبر. نقدر طبعا نستغل البارامتر ده ونكتب جواه الرقم الخاص باللوب. هفترض ان هي لوب رقم 1 اللي هي L1. وبالنسبه للبارامتر اللي فوق ده اللي هو اسمه ديفايس تاج هكتب فيه فقط الرقم اللي هو مثلا رقم 1 او 2 او 3 الخاص بكل ديفايس واللي هيتغير مع كل ديفايس. كده احنا خلصنا النقطه الاولى ان احنا اضفنا الشيرد بارامتر اللي احنا هنكتب جواه الداتا اللي عاوزينها تظهر لنا في التاج.
هنبدأ دلوقتي في النقطة الثانية، وهي ازاي نعمل تاج يقرا لنا الداتا اللي احنا دخلناها جوه الشيرد بارامترز دي. وعلشان تعمل تاج لاي ديفايس هتروح على الانوتيت تاب، هتضغط عليها، بعدين هتضغط على تاج باي كاتيجوري وتروح على الديفايس اللي انت عاوز تعمل له تاج، هتضغط عليه بحيث يظهر لك التاج بتاعه. وهنا عندك حاجة من اتنين او احتمال من اتنين. اول حاجة ان الفاميلي دي تكون موجودة عندك، اللي هي الفاميلي الخاصة بالتاج، هتبقى بس محتاج تعدل فيها بحيث ان هي تقرا لك التاج بالشكل اللي انت عاوزه. يعني مثلا تقرا لك الديفايس تاج، بعدين تقرا لك اللوب نمبر. او الاحتمال الثاني، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي، ان الفاميلي دي تكون مش موجوده عندك اصلا في المشروع، فهتحتاج بالتالي تعمل لها كرييت فروم سكراتش. طب تعالوا كده نجرب مع بعض نشوف هل الفاميلي موجوده عندنا في المشروع ولا لا. اول حاجه هتضغط على تي جي زي ما قلنا، اللي هي اختصار لكلمه تاج، وهتيجي كده تقف على الديفايس. هيظهر لك الرساله دي بيقول لك there is no tag loaded for fire alarm device. do you want to load one؟ فلو انت عندك فاميلي موجوده انت عارف مكانها عندك على الجهاز، هتعمل لها لود وترجع تعمل الخطوه دي تاني. طب انا ما عنديش هنا الفاميلي دي وعاوز اعمل لها كرييت، فهعمل لها كرييت ازاي؟ مش عاوزك تقلق خالص من الفاميلي كرييشن، الموضوع سهل جدا. هتيجي كده من الفايل، هتضغط على نيو، بعدين هتضغط على فاميلي، هيفتح لك الفاميلي تمبلتس عندك. هتروح على انجلش، بعدين هتختار انوتيشن، وهتدور على فاميلي اللي هي الفاميلي الخاصه بالتاج عندك للفاير الارم ديفايسز. في فاميلي اهي اسمها متريك فاير الارم ديفايسز تاج، هتضغط عليها وتضغط على اوبن، هيفتح لك الفاميلي بتاعتك بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا كده من كرييت، هنضغط على ليبل، وهنضغط هنا في اي مكان، هيفتح لك القائمه دي. هندور على البارامترز بتاعتنا اللي هي اللوب نمبر والديفايس تاج، هتلاقي الاثنين مش موجودين عندك في لستة البارامتر دي، فبالتالي محتاجين نضيفهم. هنضيفهم ازاي؟ هنيجي هنا كده من اد بارامتر، هنضغط عليها، بعدين هنضغط على سيلكت، هيفتح لك القائمه اللي فيها الشيرد بارامتر. ده اخر بارامتر احنا كنا ضفناه اللي هو اللوب نمبر، هنضغط عليه اوكي، هتلاقيه اتضاف عندك اهو. بعدين هتضغط اوكي مره ثانيه، هتلاقيه اتضاف اهو في القائمه. بعدين هتيجي تضغط على السهم ده بحيث يظهر لك في الليبل. تعالوا كده ندور على البارامتر الثاني اللي اسمه ديفايس تاج، هنضغط على اد تاج اد بارامتر برضو، بعدين هنضغط على سيلكت. لو جيت هنا دورت كده هتلاقي البارامتر بتاعك مش موجود، فهنجيب البارامتر ده منين؟ احنا لحد كده خلينا الليبل بتاعنا في اللوب نمبر فقط، لسه عاوزين نعمل الخطوه الثانيه اللي هي هنجيب فيها الديفايس تاج، بس في الاول هنضيف البارامتر. علشان نضيف البارامتر، وخد بالك معايا من النقطه دي، هتدخل مره ثانيه على البروجكت بتاعك وهتمسك اي فاميلي من اللي موجود فيهم البارامتر. البارامتر اهو الديفايس تاج موجود، هتضغط على اديت فاميلي، بعدين هتروح للفاميلي تايبس. احنا كده جوه الفاميلي الخاصه بالديتكتور، وهتروح للديفايس تاج اللي هو البارامتر بتاعك اهو، وهتضغط على اديت، تضغط على اكسبورت. هيقول لك the parameter will be exported to the current shared parameter file، يعني بيقول لك انا هعمل اكسبورت للبارامتر ده جوه الشيرد بارامتر فايل، وهعمله لك تحت جروب اسمه exported parameter. هتقول له اوكي مفيش مشكله. بس كده انت كده خلصت الخطوه اللي انت عاوزها، تقدر تقفل الفاميلي دي خلاص، مش محتاج تعمل فيها اي تعديل. هيقول لك انت عاوز تسيف التشينجز، هتقول له نو. بعد كده تعالى نرجع للفاميلي بتاعتنا اللي هي خاصه بالليبل. هتيجي هنا كده وتقف على الليبل اللي انت عامله، وهتضغط على edit label، وهتيجي تضغط على add parameter وتضغط على select. هتلاقيه ضاف لك اهو فعلا البارامتر بتاعك اللي هو الديفايس تاج تحت بارامتر جروب اسمها exported parameter. هتضغط على اوكي ثم اوكي، اتضاف لك البارامتر اهو. هتضغط بعد كده على السهم ده، هيجي لك البارامتر عندك اهو بقى موجود في الليبل. بعدين هنضغط
على السهم ده اللي يطلعك لفوق بحيث نطلع البارامتر ده لفوق. بكده انا هيظهر لي الديفايس تاج الاول وبعدين اللوب نمبر. هاجي بعد الديفايس تاج هعمل مسافه كده، ممكن اضغط على سبيس بعدين مسافه بحيث يبقى في فرق بين الديفايس تاج واللوب نمبر، وهنضغط على اوكي. ده كده شكل التاج بتاعنا. تعالى نعمل سيف للفاميلي دي في الاول وبعدين هنعمل لها لود داخل المشروع. هنيجي كده من فايل، هنضغط على سيف از فاميلي وهتكتب الباص بتاعك اللي انت عاوز تعمل سيف فيه، ونكتب اسم الفاميلي بتاعتنا. مثلا ممكن نكتب اسم الفاميلي فاير الارم ديفايسز تاج، ونخلي الباك اب بتاعها 1 ونضغط على اوكي ثم سيف. هتلاقي هنا اهو اسم الفاميلي اتغير بقى اسمها فاير الارم ديفايسز تاج. بعد كده هعمل لود للفاميلي داخل المشروع. هاجي كده اضغط على لود انتو بروجكت. كده انا حملت الفاميلي بتاعتي داخل المشروع. كده انا بقى عندي الشيرد بارامتر اللي دخلت فيه الداتا، وعندي الفاميلي الخاصه بالتاج اللي هي هتقرا لي الداتا دي. دلوقتي اخر خطوه وهي اننا هنعمل التاج للديفايسز الموجوده عندنا. علشان نعمل التاج زي ما قلنا قبل كده ممكن نكتب تي جي او بتروح على الانوتيت تاب وهتضغط على تاج باي كاتيجوري. ده لو انت عاوز تعمل التاج لديفايس ديفايس، ومن هنا كده بتختار هل انت عاوز التاج يكون فيه سهم او لا اللي هو الليدر، وهل انت محتاجه يبقى فري اند او اتاشد اند. فتعالى كده نجرب اهو، مثلا نعمل تاج للديفايس ده لو فري اند بتقدر تعمل الخط بتاعك بالشكل ده. طب لو انا خليته اتاشد اند هتلاقي كده مثلا بتعمل الخط، ما بتقدرش تتحكم في الخط اللي انت بتعمله. برضو من الفروق بين الاثنين، لو انت خليته فري اند ممكن تيجي كده هتلاقي في نقطه في بدايه الديفايس ممكن تجيبها كده يمين او شمال، لكن الاتاشد اند ما بتقدرش تحرك بدايه الخط. دايما بدايه الخط هتلاقيها موجوده عندك على الديفايس بتاعك، ما بتقدرش تحرك بدايه الخط من الديفايس، هتلاقيها ملزوقه فيه. ده الفرق بين الفري اند والاتاشد اند، وممكن برضو تعلم عليهم حتى بعد ما عملتهم وتشيل علامه الصح اللي هي موجوده جنب كلمه ليدر، هتلاقي السهم بتاعك اختفى. طب لو انا مش عاوز اعمل التاج بتاعي بالشكل ده، انا مش فاضي اعدي على ديفايس بالذات لو حجم اللوحه كبير والديفايسز كتير، فانا بالتالي مش فاضي اعمل تاجز لواحد واحد. اقدر اعمل ايه؟ هتيجي هنا كده من الريبون هتضغط على تاج اول، هيفتح لك القائمه دي. انت عاوز تعمل تاج لايه؟ انا عاوز اعمل تاج للفاير الارم ديفايسز، هتحط جنبها علامه صح وتتاكد ان الفاميلي هي الفاميلي اللي انت عاملها اللي هي الفاير الارم ديفايسز تاج. هنا بتتاكد ان هو عامل محدد all object in current view. لو انت عاوز تعمل تاج لحاجه في اللينك بتختار الاختيار ده اللي هي include element from linked files. ده طبعا مش في الحاله بتاعتنا هنا. لو انت عاوز الليدر يظهر او السهم ده يظهر هتضغط على ليدر او تحط علامه صح. هنا احنا مش عاوزينه يظهر بليدر، هنضغط على اوكي. هتلاقيه عمل لك تاج اهو لكل الفاير الارم ديفايسز مره واحده. هتقف على اي واحد فيهم وهتضغط على select all instance visible in view وتحركهم كده بالسهم عندك في الكيبورد لفوق شويه وتجيبهم مثلا كده يمين شويه. كده انت عملت تاج لكل الديفايسز بتاعتك مره واحده. فاضل كده اخر خطوه، انت هتلاقيهم كلهم قاريين واحد على ال واحد لان احنا كنا كاتبين الديفايس تاج فيهم كلهم اللي هو رقم 1. فده بقى بيتعدل مانيوال او ممكن تعدله باي ادن، ممكن تعمل لها داونلود من على الانترنت، وممكن نبقى نشرح ادن فيهم في فيديو منفصل. لكن مبدئيا هتيجي مثلا تقف على الديفايس ده وتيجي كده تغير رقم 1 ده تخليه رقم 2، هتلاقيه اتغير هنا. تقف مثلا على الديفايس ده تخليه رقم 3 هتلاقيها اتغيرت هنا. ودي ميزه التاج ان هو بيقرا لك بشكل تلقائي من البارامتر بتاعك. وبكده نكون جاوبنا على الاستفسار بتاعنا النهارده، وهو ازاي نعمل تاج للفاير الارم ديفايسز الموجوده في المشروع. طبعا هو الموضوع بسيط جدا، لكن حبيت اغطي الموضوع من كافه الجوانب واوضح لك كل التريكات اللي انت ممكن تقابلها وانت بتعمل تاج لاي ديفايس موجود عندك في المشروع، مش بس الفاير الارم ديفايسز. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير واشترك في قناه عدل تيوب علشان يوصل لك كل الجديد في عالم الريفيت والبيم. بشكركم على متابعتكم والى اللقاء.